يا مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في البداية كده وكالعادة نصلي على النبي الأول عليه أفضل الصلاة والسلام. هنعمل النهاردة مع بعض محشي كوسة في صينية في الفرن وحمام محشي. كملوا الفيديو للآخر. طريقة جميلة وهتعجبكم، سواء في الكوسة أو في الحمام المحشي، ان شاء الله هتعجبكم. انا معايا بصلتين وسط يعني مش كبار، ولو بصلة واحدة بس كبيرة كفاية. نعمتهم في الكبة او تخرطوهم على ايدك عادي، بس تنعميهم وسمنة او زيت و يدوبك بس ايه تخلي البصلايه تدبل بس كده. هتنزلي بقى بالطماطم بتاعتك، وبعد كده بمعلقه توم مهروسه نيه، وهتحطي بقى فلفل اسود، توابلك اللي انت حباها بقى. وعامه المحشي بيحب التوابل الكتير، وفي توابل محشي لو موجودة عندك بتحطيها. انا استكفيت بتوم البودر والفلفل الاسود والبابريكا بس اللي هي الحمراء، ودي معلقة بس كده ايه من التوابل، يعني تقدري تقولي توابل مشكلة، 7 بهارات كده وملح، فلفل يعني بقى ومعلقة سكر عشان الحموضة. التوابل دي بقى ترجع حاجة ترجع لك انت وانت بقى وراحتك والحاجة اللي انت حباها. معايا كوسة، انا بشيل الزياده اللي قدام واللي ورا، القمع اللي قدام والحته اللي بتبقى ورا ديت بشتلها معايا سكينه مشرشره بقى كده زي ديت كده، وبقى وبعمل زي ما انتوا شايفين كده، بحيث ان انا بقشر وفي نفس الوقت بعمل شكل للكوسيه من بره كده. معايا الورد على فكره جميل جدا وعملي وحلو، انا بستخدمه والله على طول وعملي، يعني لا حلو معاك في الاستخدام، هو حلو مش وحش. بقور الكوسه كده زي ما انتوا شايفين. طبعا تقوير الكوسه كلنا عارفينه، يعني حاجه يعني مش محتاجه ان انا اوريها لكم او اشرحها لكم يعني. وبرضه هرجع اقول لكم احنا بنتعلم من بعض، احنا كلنا ستات بيوت وبنعرف نطبخ، وكل وقت بس بتبقى بتختلف من نفس لنفس. يعني واحده بتبقى نفسها حلو، واحده بتبقى يعني مثلا بتشوف مثلا طريقه ممكن تكون جديده، ممكن انت بالنسبه لك انت بتعمليها وعارفاها على طول، وبالنسبه لك لو شفت فيديو طب ما انا بعمل كده. وفي غيرك بيبقى الاول مره يعرف الطريقه ديت، يعني الاول مره بيعرف الطريقه ديت. فاحنا بناخد افكار من بعض وبنتعلم من بعض، انا بتعلم برضو، كلنا بنتعلم بعض. عفوا. قورت الكوسه زي ما انتوا شايفين وغسلتها كويس وصفتها، والتسبيكه بقت جاهزه معايا وحمرا اهيت. اللي الشوربه ديت انا عاملاها للحمام. اللي انتوا شايفينه ده كله توابل صحيحة، يعني لسه توابل حصى بيقولوا هنا عليها في السعودية صحيحة. زي ما انتوا شايفين كده، ورق لوري بقى وتوابل مشكلة والتوابل الكتير كده بتبقى على بعضها كده. معايا الرز عملت اهو 2 كوباية من الرز تقريبا، او 1.5 كوباية كده. ده فلفل اخضر انا منعمه في الكب. انا ما كانش عندي خضرة محشي وصراحة كسلت انزل اجيب، فانا بحب اساسا ريحة الفلفل في الاكل، فانا نعمتها كده زي الخضرة بالظبط، وعملتها بالشكل ده. طبعا غسلت رز كويس، الرز نوعه صنوايت في السعودية. هو بيزيد شوية بس حلو، تقريبا افضل حاجة استخدمتها وكانت كويسة معايا. هنا نعمت الفلفل زي ما انتوا شايفين كده، قرنين حلوين كده كبار، او قرن ونص رومي حلو. قلبتهم على بعض زي ما انتوا شايفين، نزلت بالتقليه بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بقى احشي الكوسه، ومعايا اي نوع صينيه عندك، ألمونيوم، تيفال، يعني اي نوع صينيه عندك مش شرط يعني. انا برصهم بقى كده. طبعا الكوسه في الفرن مختلفه تماما عن ما بتعمليها في الحل، جربيها كده وانت هتشوف الفرق بنفسك. سبحان الله الطعم، اي حاجة بتعمليها في الفرن طعمها بيبقى مختلف تماما عن ما بتعمليه في الحل. وبالذات لو عملت بقى محشي الكرنب في صينية،
او الكوس او بتنجان او اي حاجه او اي انواع مشكل يعني، محاشي مشكله. اما بتعمليها في الفرن بتبقى جميله جدا وبيبقى طعمها لذيذ كده وحلو. جربوها اللي ما عملش محشي قبل كده في الفرن، سواء كوسه، بتنجان، جزر، الحاجات دي كلها، الانواع دي كلها جربوها وانت هتشوف الفرق، واللي يجربها وعجبته يدعيلي. تعملي المحشي في صينيه في الفرن. طبعا انا حشيتها كده شويه بس من التقليه اللي انا عاملاها، هحطها بس كده عشان تطعم لي برضو الكوسه وتخلي لي ايه الشوربه كده حمرا. وزودتها شوربه وهحطها في الفرن، هزودها معاكم يعني الشوربه. معايا الحمام مغسول حلو وكويس جدا. انا الحمام ده كنت جايباه معايا من مصر، مغسول ومتنضف تماما. بحط طبعا كده وفي الاخر كده بسد انا بالقناصه والكبد عشان ما فيش رز يطلع. وبحط، شوف انا بقفل عكس الرجل، بعملهم عكس بعض الرجل، وباجي من قدام برضو بحشي كده، وانا خاليه تحت الجلد من عند الصدر كده بتاع الحمامه بصباعي بالراحه كده. قبل كده عملته معاكم الطريقه دي، مش اول مره على فكره اعمل معاكم الحمام المحشي، تقريبا دي تالت مره او رابع مره. انا بخلي بصبعي كده بالراحه وبحشي بقى من تحت، بوزع رز بالراحه اهو زي ما انتوا شايفين بالظبط تحت الجلد اهو. بوزع بصباعي كده، صباع من جوه وايدي من بره، وبايدي بوزع كده. وبرده ما بتكترش عشان الايه النوع الرز ده بيزيد اللي هنا في السعوديه يعني. طبعا الرز المصري بتاعنا احنا عارفينه اللي هو في مصر كوبايه رز وكوبايه ميه، ده بيزيد شويه يعني، ممكن تحطي كوبايه رز وكوبايه ونص ميه، او تقريبا ممكن يكون كوبايتين كمان ميه. فانا مش بكتر الرز قوي عشان ما يفرقش معايا. اه بس هو بقى ايه هيشرب ميته. بس شوف انا بعمل بصباع ازاي، بوزع رز ازاي عشان في الطياب لما بيجي يطيب ما يبقاش راكن في جنب واحد، تبقى الحمامية مش شكلها مش حلو كده، افضل واحسن. بس كده تمام اهو. بنضف انا بقى من اي رز عليها، وبعمل طبعا ايه اللي انا محتاجاه بقى كده. انا حشيته اهو تمام كله، والميه بتغلي معايا، حاطه توابلي وحاطه كل حاجه. هبتدي بقى اسقط الحمام. ومن نجاح الحمام معاك ان هو يبقى كويس ان انت تحطيه في ميه مغليه، يعني يكون الميه بتغلي او الشوربه اللي انت عاملها بتغلي وتسقطي بالحمام. وبألف هنا للي شاف وبألف هنا للي كان. وادي الكوسه برضو قلتلكوا ايه انا مرضيش ازودها الا لما الحمام يطيب، عشان ايه تبقى الكوسه واخده من طعم الحمام كده. هصفي انا بقى كده الشوربه وانا بحطها، وبرضه هحطها في الفرن. والحمام استوى معايا هحمره، وربنا يحسن ما بين ايديكم. وزي ما قلت لكم احنا بنتعلم من بعض، كلنا ستات بيوت كلنا بنعرف نطبخ. ولو وصلت لحد هنا وما عملتش اللايك اعملي لي اللايك واكتبي لي كومنت حلو كده وقولي لي ايه رايك. وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، وربنا يصلح احوالنا جميعا. واللي نفسها قناتها تكبر يا رب قناتها تكبر، وكل قنواتنا تكبر، وربنا يرزقنا جميعا يا رب. ادي الشكل النهائي للكوسه في الفرن. والحمام طبعا انتوا شفتوه. في رعاية الله، مع السلامة.